بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عبد الله رخا، ومعانا النهارده فيديو جديد وهنتكلم فيه عن شويه موبايلات كده جداد من شركه لينوفو. شركه لينوفو من الشركات المجتهده بصراحه اللي بتحاول ان هي تكسب الناس، علشان الاسعار زي ما انتم شايفين اسعار الموبايلات كلها عاليه، فبتحاول ان هي تنزل موبايلات اقتصاديه نسبيا بمواصفات اللي هي تحاول توهمك ان هي مواصفات كويسه يعني، او موبايل هيقدم معاك اداء. بصراحه من رايي اللي ناقص شركه لينوفو او اللي هي مش شاطره فيه قوي زي الشركات التانية، اللي هو طبعا الترويج للموبايلات او الاعلانات، وان هي تعمل مثلا اعلان يشد الناس زي تكنو مثلا، تكنو سي 9 تبقى اعلان جميل اللي هو بيشد الناس كده. نفس الكلام برضو هواوي مثلا او اوبو مغرقين الدنيا اعلانات هنا في مصر او في اي دوله يعني على ما اظن. فهي بصراحه شركه لينوفو تحس ان هي بتكسل تعمل، تقول لك يا عم لسه احنا فاضيين، احنا دوب لسه شاريين شركه موتوريلا وما فيناش بقى حل نعمل احنا بقى اعلانات ونصرف والجو ده. فمن غير كلام كتير شركه لينوفو اعلنت عن 3 موبايلات: اللينوفو كي 6 واللينوفو كي 6 نوت واللينوفو كي 6 باور. تمام. الثلاث موبايلات من رايي اسعارهم كويسه جدا بالنسبه للمواصفات اللي هم نازلين بيها. خلينا مبدئيا نتكلم عن مواصفات الثلاث موبايلات بالتفصيل، وبعد كده نبدا اقول انطباعي عن الموبايلات دي او رايي في الموبايلات، او ايه اللي يناسبك او يناسبك بناء على ايه، او ايه الحاجات الوحشه او الحاجات دي. طيب علشان ما نطولش طبعا في المواصفات وان هفضل بقى اقول مواصفات كل موبايل لوحده والجو ده، فالثلاث موبايلات فيهم حاجات كتير قوي مشتركه، فخلينا نقول الاول الحاجات المشتركه في الموبايلين وبعد كده نقول الاختلافات اللي بينهم. مبدئيا اللينوفو كي 6 واللينوفو كي 6 نوت بيجوا بنفس الشاشه 5 انش بدقه فول اتش دي 1080 في 1920، لكن اللينوفو كي 6 باور بيجي بشاشه 5.5 انش برضه بنفس الدقه فول اتش دي 1080 في 1920. الثلاث موبايلات بيجوا بنفس المعالج سناب دراجون 430، واللي شايف ان هو قليل نسبيا ما هنتكلم عن الموضوع ده بعدين لما نيجي نرشح الموبايلات يعني لواحده واحده. الثلاث موبايلات برضو بيجوا بنفس معالج الرسوميات ادرينو 505، وده الى حد ما معالج كويس على الاسعار اللي هم. الحاجات المشتركه برضو في الكي 6 والكي 6 نوت ان الكاميرا الخلفيه والاماميه بيجوا مع 13 ميجا بكسل في الخلفيه و8 ميجا بكسل في الاماميه. اما اللينوفو كي 6 باور بيجي مع 16 ميجا بكسل في الكاميرا الخلفيه و8 ميجا برضو في الكاميرا الاماميه. الثلاث موبايلات برضو بيدعموا المايكرو اس دي كارد لحد 256 جيجا، وده شيء الى حد ما كويس. والثلاث موبايلات برضو بيجوا باندرويد مارشميلو 6.0، وده برضو الى حد ما كويس بالسعر اللي هم نازلين فيه. طيب اخر حاجه مشتركه بين الثلاث موبايلات هيكون الالوان اللي بيجوا بيها، واللي هو الذهبي والفضي والرمادي. الثلاث موبايلات بيجوا بنفس الالوان دي، بينزلوا بنفس الالوان دي. طيب خلينا نيجي بقى لمواصفات الموبايلات والفروقات اللي بينهم وكده. هنبدا باللينوفو كي 6. اللينوفو كي 6 بيجي مع 2 جيجا رام و16 جيجا ذاكره داخليه وبطاريه بسعه 3000 ملي امبير. اما اللينوفو كي 6 نوت فبيجي مع نسختين: نسخه 2 جيجا رام مع 16 جيجا ذاكره داخليه زي الكي 6 العادي، ونسخه 3 جيجا رام مع ذاكره تخزين داخليه 32 جيجا. وبصراحه هي دي النسخه اللي انا بنصح بيها، ودي حاجه كويسه جدا ان هم يحطوا 32 جيجا على موبايل بالسعر ده. طيب اللينوفو كي 6 نوت بيجي مع بطاريه 4000 ملي امبير، ودي برضو حاجه كويسه جدا جدا لان الشاشه 5 بوصه بس. ونيجي بقى للينوفو كي 6 باور. اللينوفو كي 6 باور بيجي مع نسختين برضو، بس نسخه 3 جيجا رام او نسخه 4 جيجا رام، والذاكره في النسختين 32 جيجا. ودي حاجه بصراحه ممتازه جدا جدا ان هم خلوا الذاكره التخزين 32 جيجا، مفيش خيار ل 16 جيجا، لان 16 جيجا سيء. والاختلاف اللي بعده هيكون في الكاميرا زي ما قلنا بتيجي ب 16 ميجا بكسل، والبطاريه هتيجي ب 4000 ملي امبير زي اللي موجوده في الكي 6 نوت. لكن الكي 6 نوت شاشه 5 انش ببطاريه 4000، فالبطاريه هتديك اداء افضل لان الكي 6 باور بيجي مع شاشه 5.5 انش. والثلاث موبايلات الى حد ما تصميمهم مشابه جدا لبعض، يعني اختلافات بسيطه جدا. وبرضه على فكره التصميم ما اختلفش كليا عن الكي 5 نوت اللي شفناه السنه اللي فاتت، يعني اضافوا شويه حاجات بسيطه كده. لكن برضه من عيوب التصميم القاتله بالنسبه لي ان السماعه لسه في ظهر الموبايل، ودي حاجه بتضايقني جدا، لان يعني احنا اصلا مش راضيين بالسماعه تبقى تحت هنا، يعني تحطها لنا ورا كمان. ايا كان جيت تمسك الموبايل باي وضع، يعني بتتفرج على حاجه كده هتتكتم، لو حطيتها على مكتب برضه هتتكتم، لو السماعه اللي في الورا دي مشكله بصراحه. وبرضه من عيوب التصميم اللي انا شايفها ان برضه في بروز في الكاميرا، بس بروز خفيف قوي، يعني ماهوش زي اللي موجود في الانفينكس 04 او ال 04 بلس.
لا بروز خفيف جدا، لكن برضو نفس الكلام لو جيت تحطه على سطح اول حاجه هتلمس السطح ده الكاميرا البارزه، فدي برضو مشكله في التصميم. لكن التصميم الى حد ما كويس مقبول يعني، مش وحش قوي. وبكده نكون خلصنا مواصفات الموبايلات كلها، ونيجي بقى للخلاصه من الموبايلات. الكي 6 من رايي موبايل يعني معمول للناس اللي مش بتستخدم الموبايل او بتعتمد عليه بشكل كلي، العاب بقى وتنزل تطبيقات بقى كل يوم وافلام بقى والحاجات دي. لا، الموبايل معمول للاستخدام العادي او الطبيعي يعني، اللي هو يعني السوشيال ميديا، العاب خفيفه، مش عارف تصوير مثلا، تصوير سيلفي بتاع. لان طبعا زي ما انتم شايفين عليه 2 جيجا رام مع معالج سناب دراجون 430، فالاداء لحد ما يكون متوسط. في النسختين التانيين الكي 6 نوت والكي 6 باور الاداء هيكون افضل شويه، لان الرام عالي، فالرامات عاليه مع المعالج ده هيأدوا اداء الى حد ما احسن من اللي موجود في الكي 6 العادي. وبرضه نفس الكلام بالنسبه للذاكره الداخليه، موجود منه نسخه واحده اللي هي 16 جيجا، فهو مش معمول للناس اللي هي يعني بتفشخ في الموبايل وطول النهار استخدامه كده، معمول للناس اللي هي استخدامها للموبايل عادي جدا. وبرضه نفس الكلام حاطط لك عليه بطاريه 3000 ملي امبر وشاشه 5 انش، فما تقلقش خالص من موضوع البطاريه، لحد ما البطاريه هتقدم معاك اداء كويس جدا. نفس الكلام اندرويد مارشميلو، فطبعا هيوفر من البطاريه بشكل كبير. طيب خليني ما افضلش اتكلم كتير، عارف ان انا برغي كتير، فخلينا نخش على الكي 6 نوت على طول. الكي 6 نوت بقى بحسه ان هو موبايل معمول للفئه المتوسطه، اللي هم الناس اللي عاقلين كده وراكزين، اللي هما مش بيستخدموا الموبايل اللي هو الاستخدام التقيل قوي، وبرضه في نفس الوقت مش بيستخدموا الموبايل اللي هو الاستخدام العادي الضعيف اللي هما صورة سوشيال ميديا. لا، استخدام طبيعي، شوية العاب تقيلة صوروا مثلا بيه، شوية مثلا اديت على فيديوهات، شوية بيتفرجوا على افلام كده، فاهم؟ استخدموا الموبايل بشكل معقول. لان لو جيت تبص فهو جايب لك نسختين منه، نسخة 3 جيجا رام علالك الرامات وعلالك الذاكرة عن الكي 6 العادي، علشان الناس اللي ادائها اعلى شويه من الناس اللي بتستخدم الكيسنج، وفي نفس الوقت كبر لك البطاريه وساب الشاشه زي ما هي، فاداء الموبايل هيكون كويس جدا بالنسبه للبطاريه. 4000 ملي امبر يا جماعه مع شاشه 5 انش، فاداء البطاريه هيكون كويس جدا جدا مع اندرويد مارشميلو طبعا. فاداء الموبايل يكون كويس. بنصح اي حد استخدامه متوسط زي ما قلت، بيستخدم العاب من وقت لوقت يعني وكده، يجيب الكي 6 نوت مفيش اي مشكله. الكي 6 باور بقى برضه ماهوش للهواه قوي اللي هم بيفشخوا في الموبايلات وطول النهار قاعدين على الموبايل العاب وافلام. اداء الموبايل ماهوش الخرافي قوي، لكن افضلهم طبعا لان هو برضه علالك الرام عن الكي 6 نوت، وخلالك في نسخه 4 جيجا رام، والذاكره في النسختين 32 جيجا، علشان طبعا زي ما قلت الاستخدام هيبقى عالي، فما مديلكش فرصه ان انت اصلا تنزل ل 16 جيجا في النسخه الباور. الموبايل ككل هيديك طبعا 4 جيجا رام مع معالج سناب دراجون اللي عليه، مع معالج الرسوميات، مع اندرويد مارشميلو، مع بطاريه 4000 ملي امبير، مع السعر اللي نازل بالموبايل. فالموبايل بصراحه يعني منافس قوي جدا جدا للموبايلات الموجوده في السوق. طيب انا كده اتكلمت عن الحاجات الكويسه في الموبايلات دي والحاجات الحلوه يعني في الموبايلات، وقلت لكم ايه رايي فيهم. نيجي بقى للسلبيات شويه. طبعا المعالج سناب دراجون 430 معالج انقرض من سنين، ومش فاهم ليه مثلا ما نزلوش عليه المعالج سناب دراجون 650 مثلا زي شاومي ريدمي نوت 3. كان هيبقى معالج كويس جدا، كان هيبقى احسن 3 موبايلات في السوق حاليا بالنسبه للفئه بتاعتهم. لكن المعالج الى حد ما مقبول يعني، تقدر تعتمد عليه برضو مع 4 جيجا رام الموجوده في الباور او 3 جيجا رام الموجوده في النوت، فالمعالج كويس تقدر تعتمد عليه يعني في الالعاب وكده. من العيوب برضو اللي انا شايفها في الموبايلات اللي هي السماعه اللي بتيجي في ظهر الموبايل، والنسخه 16 جيجا في كي 6 العادي، برضو من العيوب اللي شايفها في الموبايل ده. وبس دي كانت كل حاجه بالنسبه للثلاث موبايلات الجداد من شركه لينوفو، كي 6 والكي 6 نوت والكي 6 باور. اما بالنسبه بقى للاسعار، فبالنسبه للسوق المصري هيكون سعر الكي 6 العادي حوالي 3400 جنيه بسعر النهارده، عشان طبعا الاسعار بتاعي على طول. والكي 6 نوت هيكون في حدود 3800 جنيه برضه بسعر النهارده. اما بالنسبه للكي 6 باور فبصراحه مش عارف اوصل لسعره خالص الا بالدولار، فهسيب لكم في اخر الفيديو سعر الثلاث موبايلات بالدولار وبالريال وبالجنيه، علشان طبعا كل مره الناس بتفضل تقول لي الاسعار بالدولار والاسعار بالريال وكده. هسيب لكم في اخر الفيديو صوره فيها الاسعار بالدولار وبالريال وبالجنيه المصري. وبس لو عجبك الفيديو اكيد ما تنساش لايك، وما تنساش برضو تعمل لايك على البيج بتاعتي على الفيسبوك، محتاج دعمكم برضو هناك.
بنزل هناك كواليس التصوير بقى وتسريبات لموبايلات جديده مثلا ورأي في موبايلات وكده. واكيد متنساش تشترك في القناه عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جايه. بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر. سلام.